اليوم رح ندخل في عمق شهادات حية جاية مباشرة من قلب أقليم الأويغور في الصين. رح نستعرض مع بعض تقرير شامل عن حقوق الإنسان، تقرير بيحاول يجاوب على سؤال واحد جوهري: شو اللي عم بيصير هناك بالضبط؟ تخيلوا عبارة زي الموت هو الهروب. هالكلام مش من وحي الخيال، هذا جزء من شهادة حقيقية موجودة بالتقرير. وهالكلمتين بس بلخصوا حجم المعاناة اللي رح نستكشفها سوا، واللي هي فعلاً جوهر القصة كلها. طيب، الأساس اللي رح نبني عليه كل هالشرح هو تقرير مش عادي، مبني على أكثر من 70 ساعة من المقابلات مع شهود عيان. والتقرير هاد بيطرح وبيحاول يجاوب على سؤالين: شو اللي عم بيصير هناك؟ والأهم، ليش؟ خلونا نبدأ بأكثر شيء ملموس بقدمه التقرير، وهو نظام المعسكرات. التقرير بيحكي عن 5 أنواع رئيسية للمعسكرات، وهي ال5 أنواع لما نحطها جنب بعض بترسم صورة كاملة عن النظام. يعني بتبدأ القصة من مراكز مراقبة مؤقتة للاستجواب الأولي، وبعدها في معسكرات اعتقال ضخمة للي بيسموه إعادة التأهيل، وفي كمان مراكز للعمل القسري، وحتى معسكرات خاصة للأطفال اللي انفصلوا عن عائلاتهم، وطبعاً فوق كل هاد السجون التقليدية. الشهادات اللي بالتقرير بتدخل بتفاصيل، صراحة تفاصيل مروعة عن الظروف جوا. بيحكوا مثلاً عن أداة تعذيب اسمها كرسي النمر. الفكرة منه إنه الشخص بتثبت فيه بشكل كامل، إيديه ورجليه، بحيث يصير مستحيل عليه يتحرك أي حركة خلال الاستجواب. والشي اللي بيلفت النظر هون هو سرعة التوسع الرهيبة. يعني التقرير بيوضح إنه التجارب الأولى بلشت على نطاق صغير بسنة 2014، بس فجأة بسنة 2016 بلشت حملات الاعتقالات الجماعية الضخمة، والنتيجة مساحة المعسكرات الكلية زادت بنسبة، تخيلوا، 465%، وهاد بس بسنتين. طيب، السؤال اللي بيطرح نفسه: شو التبرير الرسمي لكل هاد؟ التقرير هون ما بيتجاهل رواية الحكومة الصينية، بالعكس بيبحث فيها. وهاي نقطة مهمة جداً بمنهجية التقرير، إنه مش بس بيسرد جهالات الضحايا، لا، هو كمان بيحلل الرواية الرسمية. وهاي الرواية كلها مبنية على فكرة واحدة: مواجهة اللي بتسميها الدولة القوى الشريرة الثلاث. وشو هي القوى الثلاث؟ الإرهاب، التطرف الديني، والانفصالية العرقية. هي الأعمدة الثلاثة اللي بيقوم عليها كل التبرير الرسمي. ممتاز، بس كيف بتتحول هاي المبررات لسياسات فعلية على أرض الواقع؟ التقرير بيشرح استراتيجية مكونة من جزئين، وبيستخدم مصطلحين أساسيين عشان نفهمها: الأمننة والتصين. خلينا نبدأ بالتصين. حسب تعريف التقرير، هاي السياسة هدفها إخضاع الأويغور لشي بيوصف التقرير بالإبادة الثقافية، بمعنى آخر محو هويتهم العرقية والدينية الخاصة فيهم، والهدف النهائي هو ضمان ولائهم الكامل للدولة الصينية. وهون منشوف كيف بيشتغل الأمننة على الأرض. بتجيب ممارسات دينية وثقافية يومية، أشياء عادية جداً زي الصيام برمضان أو التحية بالسلام عليكم أو حتى لبس الحجاب، وبتعيد تعريفها. فجأة هاي الأشياء بتصير علامات على التطرف أو الانفصالية، وبالتالي بتصير سبب كافي للاعتقال. وهذا بياخدنا لمثال، بصراحة مثال صادم من شهادات التقرير. بيحكي إنه الخوف وصل لمرحلة الناس فيها صارت تغير تحياتها التقليدية، بدل السلام عليكم صاروا يحكوا شي بيشبه ليكن الحزب الشيوعي عليكم. ليش؟ بس عشان يتجنبوا العقاب أو الاعتقال. طيب، خلونا هلأ نطلع من التفاصيل شوي ونشوف الصورة الأكبر. التقرير بيربط كل اللي حكيناه بدوافع جيوسياسية واقتصادية أضخم بكتير. الدافع الرئيسي حسب ما بيطرح التقرير هو تأمين المنطقة بالكامل لخدمة مشروع الصين العالمي العملاق، مبادرة الحزام الطريق، واللي بيعرفها الكل باسم طريق الحرير الجديد. وعشان بس نستوعب حجم المشروع هاد، التقرير بيقدر تكلفته بين 4 و8 تريليون دولار. الرقم هاد فلكي، وبيوضح لحاله الأهمية الاستراتيجية الهائلة للمشروع. هي الممرات البرية الستة الأساسية للحزام الاقتصادي: ممر جسر اليابسة الأوراسي الجديد، وممر الصين آسيا الوسطى غرب آسيا، وممر الصين باكستان، وممر بنغلاديش الصين ميانمار، وممر الصين منغوليا روسيا، وأخيراً ممر الصين شبه جزيرة الهند الصينية. وهون بتيجي النقطة المحورية بكل التحليل: إقليم الأويغور هو فعلياً البوابة الجغرافية اللي بتنطلق منها كل هاي الممرات للعالم.
هالموقع بيعطي المنطقة أهمية استراتيجية قصوى، وهذا الشيء بيدعم حجة التقرير اللي بتقول إن السيطرة الكاملة على الإقليم هي جزء أساسي وما بيتجزأ من نجاح المشروع الاقتصادي العالمي. طيب، بعد ما فهمنا السياق الاقتصادي والسياسي الكبير، خلونا نرجع مرة تانية للتكلفة البشرية. كيف هاي السياسات الضخمة بتنعكس على حياة الناس اليومية وعلى ثقافتهم؟ اسمعوا هاي الشهادة لطالبة دكتوراه بتحكي كيف أجبروا أخوها يغير اسمها الشخصي لأنه اعتبروا اسم محظور. هون فكرة التصين بتبطل مصطلح نظري وبتصير واقع مؤلم وملموس، تدخل مباشر بهوية الشخص نفسها. والموضوع أكبر من مجرد أسماء شخصية. التقرير بيوثق كمان التدمير المنهجي للتراث المادي، يعني هدم مساجد تاريخية عمرها مئات السنين وتجريف مقابر الأجداد ومسحها عن وجه الأرض. هاد فعلياً محاولة لمحو ذاكرة شعب كامل. وبيقفل التقرير على صورة من الشهادات، صورة مؤثرة جداً، تحكي عن مصاحف ملفوفة بعناية عشان يحموها بتترمى بنهر إيلي، والأمل إنه الناس على الضفة الثانية يقدروا ينقذوها. هاد تصرف يائس ومشهد رمزي جداً، بيمثل آخر محاولة للحفاظ على أي جزء من الهوية في وجه محاولة محو بالكامل. وهالشي بيتركنا مع سؤال أخير، سؤال بيلخص يمكن كل شي استعرضناه بهالتقرير. لما ثقافة كاملة تتمحى بشكل ممنهج، شو اللي بيخسره العالم كله؟